النهارده في مطبخ فاطمه هنعمل صنفين مميزين جدا. يلا بينا. هنعمل البانيه في الفرن، وهنعمل معاه كمان صينيه الفراخ بالخضار. هنبتدي الاول بالبانيه في الفرن. مش قادره اقول لكم الطعامه والجمال عاملين ازاي يا جماعه. البانيه في الفرن التاتش بتاع فاطمه المحطوط له موديه في حته تانية غير خالص. مش هتندموا لو عملتوه، بالعكس هتحبوه جدا وهتعملوه كتير. ما ترددوش واعملوه بسرعه وقولوا لي رايكم، ومستنيه اسمع تعليقاتكم. بفكركم ان دعمكم بيفرق معايا، فيلا بسرعه اعملوا لايك وسبسكرايب ودوسوا على الجرس عشان تتابعوا كل جديد مع مطبخ فاطمه. يا مساء الفل على احلى ناس في الدنيا. يلا بينا في مطبخ فاطمه. النهارده هنعمل بانيه بشكل مختلف وجديد. انا لقيت عندي شويه بانيه اقل من نص كيلو بصراحه، فروحت مقطعهم حتت صغيره. هنشوف مع بعض دلوقتي، وهنعمله بطريقه جميله. اللي هو بيحب الشيش او الشاورما هتعجبه جدا الطريقه دي، مش هيبقى فاهم هو بياكل شيش ولا شاورما. يلا بينا نشوف المقادير والطريقه، وقبل كده بفكركم باللايك والسبسكرايب وتفعيل الجرس. يلا بينا. انا عندي هنا اهو البانيه. طبعا عملته كنت عاملاه اصلا ان انا هحطه في الفريزر بملح وخل وغسلاه كويس جدا. طلعته وقطعته حتت صغيره. لو انت اخر الشهر او مكسله تنزلي وما عندكيش وقت وعندك شويه بانيه اقل من نص كيلو، هتعملي بيهم احلى صينيه بانيه في الفرن. مش هتبقي عارفه اذا هي شاورما ولا شيش، بس هيبقى طعمها وهمي بيجمع بين الطعمين وباسهل طريقه. عندي شويه ميكس جبن، ميكس تشيز، جبنه رومي على شيدر على موتزاريلا. تمام. وهنشوف دي هنعمل بيها ايه دلوقتي احنا شغالين. توم مدقوق بس شويه كويسين محترمين. زبده بيضه وسمنه بلدي. طبعا دي حسب ما انت عايزه، ممكن حد يحب يعملها بزيت او بسمنه بس انا بحب احط لهم الزبده والسمنه عشان بتدي طعم وهمي. وفلفل الوان عندي وبصل. لو عايزه تحطي فلفل اخضر معاها، عايزه تحطي اي حاجه تانية، جزر، بقدونس، اي حاجه. ولو تلاحظي انا قصدي ان انا اقطعه قطع كبيره زي ما احنا شايفين. واخر حاجه عندي التوابل بتاعتي، توم بودره وبصل بودره وملح وفلفل وبهارات الفراخ وورقه لورا كده عشان بحب احطها على وش الصينيه. انا كده ولعت على الحله، هنزل فيها بالزبده والسمنه بتاعتي. خلي بالنا ما استناش كتير عليها عشان الزبده ممكن تغمق معايا عشان بيبقى فيها مرطه. طبعا انزل على طول بالتومه. بصوا بقى، العادي ان الناس بتحط البصل الاول وبعدين الفراخ، بس انا مش بعمل كده. احنا نحط الفراخ الاول تتشوح وتنزل الميه بتاعتها، وبعدين نقوم نازلين بالبصل عشان تفضل الحاجه لونها فاتح ونضيفه من غير ما تبقى غامقه او ممرره. قبل ما تصفر بقى، عايزه اقول لكم ان انتوا لما تعملوا الصينيه دي اللي هتشوفوها حالا دلوقتي مع شويه رز ابيض او شويه مكرونه سواء عشاء او غدا، بيبقى طعمها وهمي. وعلى فكره طريقتها اسهل بكتير قوي من الشاورما والشيش والتحضيرات والعصيان والكلام ده كله. هتستسهليها ليكي وللولاد جدا. انا مش هستنى لما التومه تغمق قوي، هو كده تمام دبلت معايا. فهنزل بالفراخ بتاعتي. هديها فرصتها بس شويه كده، مش هقعد اقلب فيها كتير عشان ما تتهريش على الفاضي. هديها فرصتها عشان تتشوح براحتها، وبعدين نديها تقليبه تانيه. متنساش اللايك والسبسكرايب وتفعيل الجرس، وعايزاكم تجربوها في اسرع وقت وتقولي رايكم ايه. نديها تقليبه تاني. شايفين لونها فاتح ازاي وجميل، عشان نزلت بيها الاول قبل البصل. بس لسه شويه برضو عليها عشان انزل بالبصل والفلفل دلوقتي. كده خلاص هي بدات تاخد اللون الاصفر الذهبي بتاعها الجميل. هنزل بالبصل اللي متقطع كبير زي ما قلنا، انا عاوزه اقطعه كبير. مش هنزل بالفلفل دلوقتي.
واقوم نازله بكل البهارات بتاعتي والملح والفلفل ما عدا ورق اللورا، بحطه في الاخر على الوش. هديها فرصتها بس شويه، وبعد كده اغطي واوطي عليها لغايه لما تبدا ان هي خلاص كده تدخل السوا. طبعا هزود سنه ميه مغليه قبل ما اغطي عليها واغطيها. هتستوي على البخار، وبعد كده نكمل الخطوه اللي بعدها. البصله اهي اتشوحت تمام. هنزل بالميه المغليه واغطي عليها. كده انا حطيت الميه المغليه، وطيت عليها وهغطي. وعايزه اقول لكم انه يعني 5 دقايق او 7 دقايق واقوم نازله بالفلفل الاحمر اللي عندي، عشان مش هستنى لما تستوي خالص واحط الفلفل. مش عايزه احطه من دلوقتي عشان ما يتهريش ويدبل ويفقد ريحته وطعمه. نغطي. انا كده هنزل بالفلفل بتاعي الوان، ورقه اللورا بتاعتي، واديها تقليب. طبعا ممكن تحطوا فلفل اخضر زي ما قلت لكم او بقدونس، في ناس تحب تحط جزر. هديها تقليبه تاني واغطي. لغايه لما تشرب ميتها خالص وتبقى خلاص يعتبر استوت، وندخلها الفرن. ده كده الشكل النهائي بتاعي اللي عندي. هحطه في صينيه عشان ادخله الفرن، وارش عليه الجبنه اللي احنا قلنا عليها قبل كده في المقادير بتاعتنا. بس كمان عايزه اقول لكم على حاجه، ان احنا ممكن نحط معلقه جبنه في وسط التقليبه كده عشان تاخد تدي مع الحاجه وتسيح. هستنى عليها بس كده 2-3 عشان تاخد سخونيه الحله، واقوم قلبها في الصينيه ورشه بقيه الكميه بتاعه الجبنه على الصينيه من بره. شويه تاتشات كده بسيطه بس بتدي طعم وهمي. ده كده الشكل النهائي بتاعها. انا كده فضيتها في الصينيه بتاعتي تمام. هنزل عليها بشويه الجبن الباقيه، الميكس تشيز اللي عندي، هحطها على وش الصينيه وادخلها الفرن. وعلى فكره انا مشغله الفرن على 220، اديلها 10 دقايق عشان تسخن. يلا بينا ننزل الجبنه. احلى صينيه فراخ بالخضروات. نوزع كده الجبنه. طبعا بفكركم باللايك والسبسكرايب وتفعيل الجرس. يلا بينا دلوقتي هندخلها الفرن ونشوف النتيجه. طبعا هي على فكره كده مستويه اصلا، انا مجرد بس ان الجبنه هتحمر وشها وتسيح وهي تاخد القوام بتاعها في الفرن عادي. شايفين المنظر؟ تحفه. فكركم تاني باللايك والسبسكرايب وتفعيل الجرس. يلا بينا نحطها في الفرن عشان نشوف شكلها هيطلع وهمي ازاي. شايفين الجمال؟ شايفين تحفه ازاي؟ طعمها كمان يجنن وريحتها وهميه. ما تنساش اللايك والسبسكرايب وتفعيل الجرس. مستنياكم بجد تقولي رايكم فيها ايه لما تعملوها، وما تنسوش ان انتوا تحطوا اقتراحاتكم لاي حاجه احنا عايزينها. بألف هنا وشفا ليكم. كده احنا خلصنا البانيه في الفرن. يلا بينا بقى نعمل صينيه الفراخ بالخضار. بفكركم ان دعمكم بيفرق معايا، فيلا بسرعه اعملوا لايك وسبسكرايب ودوسوا على الجرس عشان تتابعوا كل جديد مع مطبخ فاطمه.
يا مساء الفل على احلى ناس في الدنيا. النهارده هنعمل غدوه جميله قوي وسهله وفي نفس الوقت مغذيه زي ما احنا عارفين المبدأ بتاعنا. النهارده هنعمل صينيه فراخ في الفرن، تمام، زي نكهه المشويه بالظبط، بس طبعا بنحب نحط التاتش بتاعنا، فهنحط شويه خضار مع الفراخ. هنشوف دلوقتي المقادير اللي عندنا والطريقه ايه، بس ما ننساش مع بعض اللايك والسبسكرايب وتفعيل الجرس. انا عندي جبت وراك 4 وراك او 5 على حسب يعني، ورحت مقطعه كل واحد لقطعتين يعني دون والدبوس بتاعه، مش عشان حاجه اكتر من ان السوا بتاع الحاجه يبقى كويس والحقيقه يدخل جوه الفراخ كلها ويبقى السوا بسرعه وبشكل حلو. كل اللي عملته ان انا امبارح بالليل، لو تلاحظوا انا متبلاها عشان انا امبارح بالليل عملتها عشان تاخد في الحقيقه وتدي، فقطعت عليها طماطم وبصل وفلفل كويس، ولو عندك فلفل الوان زي ما تحبي، بقدونس زي ما تعوزي، وبنحط ملح وفلفل وبهارات فراخ. ده اللي هو في التتبيله اللي قدامي دلوقتي، وحطينا نص معلقه ثوم بودره ونص معلقه بصل بودره. دي الفراخ اللي هي متبله معايا من امبارح، دي اللي هشتغل عليها دلوقتي. وعندي بسله وجزر، بطاطس مكعبات بس حطها في ميه عشان ما تسودش، وشويه ثوم مدقوقين، ملح وفلفل، وعندي صويا صوص، وعندي دبس الرمان وكيس صلصه. تمام، يلا بينا نشوف مع بعض هنعمل ايه. عندي ايه الفراخ زي ما احنا قلنا كده، تمام، بس انا عشان عاملاها من امبارح زي ما قلنا بحب ان انا الثوم والاضافات اللي احنا قلناها دلوقتي كلها ما عدا الخضار بحب اضيفها وقت ما بحط على طول الحاجه في الفرن عشان تبقى طازه برده وفريش. وده الملح الفلفل بتاعي اللي قلنا عليه، تمام. طبعا انا حاطه برده من امبارح ملح فلفل بس بزود سنه. انزل بكيس الصلصه بتاعي، طبعا كل ده انا حاطاها في البوله لسه عشان هقلبها في قلب بعضها الاول قبل ما ارصها في الصينيه عشان تدخل الفرن. سنه اللي هي الصويا صوص والدبس الرمان. على فكره الحاجات دي بتدي نكهه الشوي جدا، طبعا لو عندك برضو نكهه الشوي وعايزه تحطيها تمام اللي يعجبك. هبدا اقلب بقى الكلام ده كله في قلب بعضه عشان ياخد ويدي مع بعض. انا بس بوزع كده وبعد كده اقلب بايدي، طبعا ايدي ايه لابسه جوانتي ماسكه ايدي. لازم اقلب كويس عشان الحياء يدخل في الفراخ كلها. ده بقى الشكل النهائي عندي اهو زي ما احنا شايفين، تمام، كلها بقت واخده الحياء والتتبيله. هبدا ارصها في الصينيه بتاعتي اللي هتدخل الفرن، تمام. بس الاول هحط البسله بالجزر من تحت بالطريقه دي. طبعا عايزه تحطي اكتر، عايزه تحطي برضو تضيفي فاصوليا ماشي، ممكن لو حابين، في الولاد بيحبوا كوسه او بتنجان يتقطع قطع، بس لو هنحط كوسه وبتنجان تبقى مع البطاطس في الاخر عشان دول ما بياخدوش سوا. لكن لو هنحط بسله جزر فاصوليا كل الكلام ده يتحط من تحت دلوقتي زي ما احنا شايفين. هبدا ارص الفراخ على وشها كده زي ما احنا هنشوف. بالطريقه دي مش قادره اقول لكم جمالها بيكون ازاي، والخضار بيكون كمان خد من نكهه الصوص بتاع الفراخ لما بتستوي، عشان كمان لسه لما تستوي هنحط التاتش بتاعنا اللي متعودين عليه ومطفين فيها الفحمه. فمش قادره اقول لكم على الروعه هتبقى عامله ازاي، اكيد انتوا متخيلين الموضوع. كده احنا حطينا ونضفنا الصينيه بتاعتنا، حطينا بسله وجزر من تحت زي ما قلنا عشان تاخد السوا بتاع الفراخ. هغطيها دلوقتي وادخلها الفرن، وبعد ما تدخل الفرن تبدا تدخل السوا يعني نص ساعه كده ابص عليها تبدا تدخل السوا، او مطلعاها وحاطه البطاطس مكعبات مصفيها وحطها على وشها. انا ما زلت هخلي الميه في البطاطس عشان ما تسودش لغايه لما نيجي لمرحله ان احنا نضيف البطاطس. تاني بكرر لكم، لو عايزين نحط كوسه او بتنجان متقطع قطع رومي او بطاطس بنحطها لما تبدا الفراخ تدخل السوا، نحطها على الوش عشان تستوي على البخار اللي طالع من الفراخ. يلا دلوقتي احنا هندخلها، ظابطين الفرن على 220 وهنحطها ونتابع الفرن. هنغطيها كده عشان ندخلها الفرن.
طبعا لو فرضنا ان انا ما عنديش حاجه بتدخل الفرن بغطا عادي بقفلها بورق فويل. اهم حاجه يعني انا لما ادخلها اكون مغطياها سواء بورق فويل او غطا عشان هو البخار اللي هيسويها. يلا بينا. كده احنا عندنا الفراخ وصلت لمرحله زي الفل زي ما احنا شايفين شكلها وريحتها مش قادره اوصف لكم. احنا بالمرحله دي اللي احنا وصلنا لها هي خلاص تعتبر ايه دخلت السوا وقربت قوي، فيدوبك ان انا احط على وشها البطاطس. زي ما احنا عارفين البطاطس ما بتاخدش وقت اصلا، فاللي هو مش هتكمل 10 دقايق عقبال ما الفراخ تاخد بقيه السوا وتكون الصينيه جاهزه على الاكل. هنجيب بطاطس دلوقتي نحطها. هبدا اجيب بطاطس، انا صفيت كده البطاطس هحطها على وش الفراخ. طبعا عشان تاخد نفس احياء الصوص بتاع الصينيه بتاعتي هبدا اعمل ايه. الاول هوزع البطاطس كده وادي مجال للفراخ. ممكن اوزعها على الجناب، هقول لكم ليه دلوقتي. اولا ادي مجال للفراخ عندي تتحمر من وشها من فوق. ثانيا كمان البطاطس لما تبقى على الجناب هتاخد سنه زي الشوي كده، يعني مش تبقى زي المسلوقه، لا هتبقى زي المشويه كبطاطس زي السوتيه كده بالظبط. انا بس كل اللي بعمله ان انا بوزع الصوص على البطاطس عشان تاخد الحياء مع الاكل زي ما احنا شايفين كده. الفها عشان تيجي الناحيه التانية الصوص بتاعي. اعمل كده تمام كده. بقت كلها واخده حياء واحد ومديه مجال للفراخ ان هي تتحمر عندي، والبطاطس تاخد شكل السوتيه شويه في طعمها ونكهتها. هنشوف ازاي كمان لما ندفع عليها بعد 10 دقايق. هندخلها الفرن تاني دلوقتي. طبعا مش محتاجه احط بقى سمنه على الوش ولا زبده ولا كلام من ده، لان هي اصلا الصوص بتاعها كمان لوحده بيتكلم يعني. كده جاهزه ان انا ادخلها الفرن. هغطيها تاني وادخلها 10 دقايق. بس عايزه اقول لكم حاجه، احنا ممكن 5 دقايق كده ونشيل الغطا عشان تاخد التحميره بتاعه الوش بتاعه صاج الفرن. يلا بينا. بفكركم باللايك والسبسكرايب وتفعيل الجرس. ادي ده كده الشكل النهائي بتاعي زي ما احنا شايفين اهو تمام. هبدا انا ايه ولعت على الفحمه برضو. دايما بنوسع كده مكان، بكون عامله ورقه فويل كده، او لو عندك اي طبق صغنن صيني او ألمونيا يكون صغير تمام. بس هنطفي الفحمه بقى، بدل ما نحط زيت والكلام من ده نحط شويه من الصوص بتاعنا. دي هتبقى اشد بكتير قوي النكهه والريحه. مش قادره اقول لكم هتبقى عامله ازاي، ريحتها اصلا وهميه. كده الفحمه بتاعتي خلاص. هكون محضره الغطا عشان اول ما احط كده على طول اقوم مغطيه. اغطي كويس دقيقتين بس تصفى فيها الدخانه بتاعه الفحمه ويبقى بألف هنا وشفا ليكم. نبدا بقى نرفع. يا جماله، شايفين الحلاوه كده؟ وصلنا للنتيجه اللي احنا عايزينها. الفحمه اتطفت. بقى ده المنظر النهائي بتاعي. زي ما احنا شايفين كده بقى ده المنظر النهائي بتاعي اهو. بألف هنا وشفا ليكم. يا رب يكون الفيديو عجبكم. مستنيه تعليقاتكم. بقى عندنا فراخ معموله باسرع طريقه مشويه وبخضار كمان جنب رز ابيض، هتبقى تحفه. او لو حد عايز يعملها جنب مكرونه برضو بيضه، زي ما تحبوا. الف هنا وشفا. مستنيه تعليقاتكم. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب وتفعيل الجرس. والف هنا وشفا.